السلام عليكم. السلام عليكم يا اخ بدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا اخ بدير جاءني رجل شاب وقال لي انا من طرف بدير وهو في مشكلة، هل احلها له ولا لم احلها له؟ شنكلة نهون دوتا. واحد قال لي انه اسمه ابراهيم من السرون وهو يشتغل هنا في الامارات وما معهوش فلوس وعايزني اديله فلوس واحجز له تذكرة ليأتي مصرا. قلت له تعرف بدير؟ فقال لي نعم انه من بلدنا. ابراهيم ايه؟ ابراهيم الشافعي. لا ما تدوس لحدة حاجة. لماذا يا اخ بدير؟ انا اعرف انك تفعل الخير وما بتستناش له جزاء. اصلنا مانيش عارفينهم مانيش مانوش عارفتهم نون. هو قال لي ان الاخ بدير يعرفني، قلت له خليه يتصل بيا. اما ما تدلوا من تنوش تدلوهن حاجة الا مناني اشوفهن ابن منن. طيب اليوم تبحث عن عائلة الشافعي، تسأل في السرون، وإن كان هذا مضبوطة كلامته فسوف أعطيه تذكرة طيارة و1000 جنيه ليروحون. لا ما تدلونوش حاجة اللي مش عارفتن الشريفيتن ديتي ما شافوهم. اما هروحن اما روحن عرف لكم اسمه ديواني ولا لا. طيب اخ بدير، عندما هو سوف يأتي الي في 9 مساء، عندما يأتي الي سوف اتصل بك وتحدثه انت حتى تعرف من اين هو. اي والله احسنية يعني احسنية، لان ممكن يكون هذا نصاب. ايوه دية كنت اقول بس انا مانيش فكرتها انت فين الوقت؟